تخيلوا قرية كانت بتعاني لكن في صمت، ناس عندها أحلام كتير قوي نفسها تحقق، بس الظروف صعبة، وفجأة يظهر النور في آخر الطريق. ما كانش مجرد مشروع، دي كانت بداية جديدة، بداية أمل. طب إيه اللي غير حال القرى دي؟ مبادرة حياة كريمة، حكاية لسه ما خلصتش. تعالوا نشوف مع بعض ازاي المبادرة دي غيرت حياة ناس كتير قوي في كل مكان في مصر. هي مش مجرد فكرة، هي كانت حلم اتحول لحقيقة علشان كل مواطن يعيش بكرامة. حياة كريمة بدأت بخطوة كان هدفها توصل لكل بيت محتاج وتوفر حياة أحسن. أهداف المبادرة كانت بسيطة وواضحة جدا: تحسين مستوى المعيشة، بيوت متوضبة وجاهزة، خدمات أساسية موجودة في كل بيت، حياة أسهل للناس، تطوير البنية التحتية، مياه نظيفة، صرف صحي، كهرباء، إنارة وغاز، خدمات أساسية، مدارس ومستشفيات ومراكز شباب وثقافة، فرص شغل، مشروعات صغيرة الدولة بتدعمها، تدريبات، وناس بتشتغل وتبني نفسها، ودعم للأسر المحتاجة، بيوت آمنة، مساعدات ورعاية حقيقية، تمكين الناس. أهل القرية هم اللي بيحددوا احتياجاتهم وبيشاركوا في الحل. استثمار في البشر، شباب متعلم، سيدات قوية، ومجتمع واعي. تنمية مستدامة، مشاريع صديقة للبيئة علشان نحافظ على بكرة والأجيال الجاية. تعزيز القيم، بنفتكر دايما هويتنا وأصلنا اللي بيجمعنا. طيب، المبادرة بتاعتنا شغالة على كذا محور. طبعا أهم المحاور عندنا هي الصحة والتعليم. بالنسبة للصحة فالمبادرة وفرت وحدات صحية ومستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وقوافل طبية بتلف في كل محافظات مصر. أما عن التعليم، عملت مدارس وفصول متطورة وكمان برامج محو أمية. نيجي بقى للبنية التحتية، طرق جديدة ومية وكهرباء واتصالات. بالنسبة بقى للاقتصاد وفرص الشغل فالمبادرة بتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبتقدم تدريبات، وكمان بتوفر أسواق لعرض منتجاته. بالنسبة للحماية المجتمعية فالمبادرة بتوفر دعم ورعاية للمحتاجين، وكمان بتوفر لهم بيوت آمنة. نيجي بقى للتنمية المجتمعية، مراكز شباب وملاعب ومراكز ثقافية. طيب نيجي للتحول الرقمي والتكنولوجيا. المبادرة خلت خدمات كتيرة أوي متوفرة أونلاين، وكمان تدريبات على التكنولوجيا. طيب المبادرة وقفت لحد هنا؟ لا طبعا، ما وقفتش عند قرية أو اتنين، دي وصلت لكل القرى الأكثر احتياجا في مصر ولسه مستمر. طب احنا ليه بنتكلم عن مبادرة حياة كريمة؟ علشان هي بتحقق العدالة وحسنت حياة ناس كتير قوي وملايين من المصريين، كمان بتقوي الاقتصاد، تدعمه، تكبره، تحقق لنا الاستقرار، تبني مستقبل افضل لينا والاجيال اللي جايه. وفي الاخر حياه كريمه مش مجرد كلام، لا، دي حكايه بتتكتب كل يوم على ارض الواقع، حكايه ناس بتشتغل فعلا بجد علشان مصر تكون احسن. خلينا نكمل المشوار مع بعض ونكون جزء من الحكايه الجميله.